هنعمل النهارده شويه فيجيتار حار هتشكريني عليهم العمر كله. اقسم بالله شويه فيجيتار حار ببلاش، يعني بكل حاجات من قلب بيتك هتعمليها. بواقي بقسماط عندنا، وديت كانت بواقي قرص انا محمصاها طبعا، هوريكم دلوقتي عملتها ازاي. ودي كان بواقي باتيه بالشوكولاته، هوريكم برده انا قطعت الحته بتاعت الشوكولاته ازاي وعملتها. وكمان القرص اهي، بص كلها حاجات بواقي، يعني اصلا اللي احنا بنشتريه من الفرن بره بيبقى برده بواقي، بس بتروحي تجيبيها دلوقتي بقى يقولك ب 120 جنيه الكيلو المطحون تجهز. يعني عشان تروحي تجيبي فيجيتار مطحون من بره بيقولك ب 120 جنيه. طب ما احنا عندنا شويه بواقي فينو، بقسماط، فايش اي، بص حتى لو الحتت الصغنططه اللي زي دي بتاعت الفايش انا بجمعها كلها في كيس لغايه لما بتعمل معايا كميه حلوه زي كده اهو، واروح عامله كيلو او كيلو ونص من الفيجيتار. انا هنا اهو سبت معايا من اللي انا كنت مجمعاه كام بقسماطيه اهي. بصوا ده اللي انا حمصته، ده اللي انا لسه ما حمصتوش، اللي هنحمصه دلوقتي مع بعضينا وهنعمل بيه الفيجيتار. وهنا بقى كده دلوقتي اول حاجه هنمسك البقسماط بتاعنا هنرصه. البقسماط بقى الحاجات اللي فايضه عندك عامه بالطريقه دي كده اهو، عشان خاطر احنا عايزين نحمصها الاول. وانا هو كان عندي باتيه من الاولاد طبعا بتجيبوا اللي بيبقوا شبطانين فيه جدا، انا مش عارفه الصراحه ربنا بيبقوا شبطانين فيه ليه، يعني مع انه ما بيبقاش عاجبني بس هم بيشبطوا فيه. هنشيل الشوكولاته بتاعته اللي من فوق دي كده اهو، هيبقى فيها شوكولاته؟ لا مش هيبقى فيها شوكولاته. شيلي اي بواقي شوكولاته عندك او اي حاجه عندك. بالطريقه دي كده اهو، انا خلاص ما خليتش فيه اي شوكولاته، هو اصلا بيبقى بايت اصلا، بيبقى فاضي من جوه ولا ايه. هنبتدي نقطعه كده بالنص اهي وهنحطها، وهبتدي ان انا اشغل القلايه بتاعتي، اشغلها. هنا هو جابت لي 10 دقايق، انا هخليها 5 دقايق بس، وهبتدي ان انا اشغل. وهنا بقى قبل ما البقسماط بتاعنا يتحمص هنبتدي ان احنا نضرب ده. شايفين شكل البهارات ملفوفه كده لف، حاجه جميله جدا. نجيب كده اهوت الحاجه بتاعتنا، هنجيب كده اهوت وهنبتدي ان احنا نكسر الحاجه بتاعتنا. شايفين بجد الفيجيتار بتاعنا عامل ازاي؟ شايفين؟ بصوا ناعم جدا 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 وحلو قوي بجد والله العظيم. انا معتمده الوصفه دي بقالي كتير جدا، عملنا اكتر من كيلو اهوت ولسه ما حطيتش بقيه الاضافات عليه. شايفين؟ وريحه السمسم اللي فيه حلوه قوي. طبعا السمسم لما هو اتحمص تاني بيبقى خفيف كده وبيبقى حلو. هننزل بقى ان هو بكوبايه من النشا. النشا هتديني قرمشه حلوه جدا للبانيه بتاعتي او للفراخ اللي انتوا هتعملوها بالفيجيتار. ودي كوبايه دقيق ذره، ميكس خطير ما بين دقيق الذره والنشا، الاتنين مع بعضيهم هيديكي قرمشه خرافه جدا جدا للبانيه، مع طبعا البقسماط. هنا بقى هناخد معلقه بابريكا. بالبابريكا دي بابريكا مدخنه، بابريكا مدخنه مش بابريكا عاديه. هناخد معلقه كده حلوه هتديني اللون الاحمر وهتعزز لي اللون وهتعزز لي الطعم. الطبق الجميل ده بقى البهارات ديت انا ما بستغناش عنها خالص في اي حاجه، يعني انا بحبها. هنا اهوت معانا ورقتين من الماجي، ومعانا كمون والشطه، معلقه كبيره من الشطه. الشطه دي شطه سوداني، لو انت مش عايزاه تعمليها حار
الغي موضوع الشطه السوداني ده. وهنا هو ورق لوري مطحون، وهنا هو بهارات فراخ، وعندي طعم الجبنه وعندي كاري وكركم، واللون الموف ده سماق. السماق على الوصفه ديت بيودي الطعم في حته تانية خالص، يعني بيوديك الطعم في حته تانية. انا لما اجي احطه نوت مش هخلطه معايا، بقيه البهارات هحطها هنا. عشان كده 3. يلا هنقلب هنقلب هنقلب. هنبتدي ان احنا نقلبه كده كله مع بعضيه. اللون، الريحه، والله العظيم ريحه الفيجيتار اكنك جايباها من بره بالظبط، مفيش اي حاجه تختلف. ريحه السمسم لا تحفه والله العظيم. بصوا اصلا اللون عامل ازاي، حلو جدا بجد. هنبتدي بقى ان احنا نحطه تاني في قلب المطحنه. طب هتحطيه تاني ليه؟ عشان خاطر انعمه اكتر، ولو دقيق الذره في اي حاجه من الذره، لان ساعات المطاحن ما بتبقاش شحناه كويس، فهتنعم معايا في قلب الكبه بالطريقه دي. وهنا بقى كده دلوقتي بعد ما حطيناه في قلب المطحنه، طبعا احنا فصلنا الصوت عشان خاطر صوت المطحنه كان عالي جدا وما كنتوش هتسمعوني كويس الكلام اللي انا بقوله. طبعا احنا حطيناه كله عشان ننعمه تاني. انا عايزاه يبقى ناعم جدا زي بالظبط فيجيتار الاكياس اللي احنا بنجيبها من بره، مش عايزاه يختلف. بالطريقه ديت انا بنعم دقيق الذره تاني. طبعا احنا بنجيب دقيق الذره بنكون نخلينه في قلب المنخل ألف مصفى، بنبقى راميين الشوايب بتاعتي، بس انا لازم اطحنه تاني علشان خاطر اضمن ان نتيجه الفيجيتار بتاعي تكون ناعمه جدا زي بالظبط اللي احنا بنجيبها من كيس. وبالطريقه دي طبعا كده احنا خلاص خلصناه. شايفين ناعم جدا كده. ضمنت ان الماجي بتاعي اتخلط كويس كده، ضمنت ان دي الذره بتاعي اتخلط. وهنبتدي بقى ان احنا نعبيه بالطريقه ديت. عندك برطمان اكبر يقدر يشيل الكميه مفيش اي مشكله، هتقدري بقى ان انت تعبيه. انا هنا كان عندي البرطمانات الازاز دي، طبعا كان في برطمان كان لسه ما كانش خلص منه، فالباقي طبعا احطه في كيس تلاجة واحطه في التلاجة عادي مفيش اي مشكله. تقدري بقى تعملي بيه البانيه، تقدري تعملي بيه الفراخ، تقدري تعملي الستريبس، اي حاجه عايزه تعمليها بيها مفيش اي مشكله خالص، زي بتاع بره بالظبط، ما فيهوش اي اختلاف. البهارات هي الطعم هو ما فيهوش اي اختلاف خالص. هتحطي بقى منه على الكفته، على عجينه البرجر، على اي معجنات اللي هي بتاعه اللحوم تقدري تحطيها عليها. والله يا بنات بجد وصفه هتشكريني عليها جدا، واللي يجربها بقى يقولي في الكومنتات. وما تنسيش الشير عشان شيرك بيساعد غيرك، وما تنسوش بقى اللي يعملها يكتب لي في الكومنتات. ومن الفيديو دوت للفيديو الجاي هسيبكم في رعاية الله، وما تنسوش لما تعملوا الوصفة تقولوا لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.